فمن كتر ما كانت الأغنية صعبة الجمهور ما فهمش إن عبد الحليم بيقفل باتنين يا ولدي مش واحدة بس. فبص للفرقة قال لها هنعيد تاني، وراح قايل أكتر في الكوبليه التاني وبرضه معرفش يقفل. لسه. فبص للجمهور تاني وقال هنعيد. ببساطة عبد الحليم كان عايز يحفظ الجمهور الأغنية على المسرح، فاضطر في المرة التالتة إنه يخطف الكوبليه، لسه الأغنية فيها ساعة ونص ما تقالوش. يا ولدي حفظته. وعشان قارئة الفنجان قصيدة صعب تلحينها فدخول كل آلة كان محسوب له بالثانية، كل الآلات هتسكت وحسن أنور هيبدأ بالرق. وأول ما حليم اطمن راح مدي لمحمود عفت الإشارة عشان يدخل بالناي. أما دي فإشارة دخول الأورج للعبقري هاني مهنا. بالملي ولا كلمة. حليم قال له الله عليك. طيب دي إشارة مجدي الحسيني. مجدي الحسيني بالأورج هيوصل للناس إن العرافة قاعدة ماسكة فنجان وخايفة من اللي شايفاه. عشان بعد كده كل الآلات هتعلى عشان توصل التوتر للجمهور. وتبتدي تقرا هي شايفه ايه. جلست. ولما تدخل جوه بروفات عبد الحليم هتلاقي في اغنيه حبيبها الموضوع كان اصعب بكتير. كل ده افيهات. هو بيطلب هنا من الفرقه ان كل دي تبقى افيهات، الافيه اللي هو التاثير او المفعول، وهو في كلام الاغنيه بيقول انه خلاص وصل لمرحله الشك، فمحتاج ان الافيه يكون عالي عشان الجمهور يبقى واصل له الاساس. لا ترملو ده خالص، ده ترملو عنيف. بس هي دي معلومه ممكن نعيش من غيرها عادي، بس التريملو ده هو عباره عن صوت نغمه متكرر لما بيتحط بيزيد نسبه التوتر والدراما اكتر. فتتوتر اكتر، كلام تقيل، شك وخيانه، وصوت المزيكا بيعلى فتحس انك بتسمع الاغنيه وبتتفرج عليها. شك ضباب حطام بس دي وصال بعديها امها ماتت ودول صحاب عمر، فلازم فاتن هتجيلها عشان تبقى واقفه جنبيها، وينزل ياسر عبد الرحمن عشان يخلص علينا خالص بقى. هي الحدوته اساسا كلها على بعض توترك، مليانه قصص وصراعات وطار وفي الصعيد، فيبتدي بقى هنا المخرج يلعب بادواته، واللي اقوى اداه فيهم مزيكه ياسر عبد الرحمن. فتلاقي نفسك اول ما سمعت التيمة رجعت للمسلسل بحدوته بابطاله، ده مش بعيد تلاقي عقلك نفسه رجع للمة التلفزيون بتاعت زمان. واللي كنت دايما بستغربه هو ازاي بيعرف يغير موده كده، يعني يعمل لك الضوء الشارد ويعمل لك اين قلبي.
واللي كان ليها دور كبير قوي في المسلسل لو تفتكر. يعني هنا مثلا صحاب العمر حرفيا بيخسروا بعض. لو انا ماليش دعوه بولادك مش هيبقى لي دعوه بيكي. خلاص انت حر، مالكيش دعوه بيا. ايوه بس دي وصال بعديها امها ماتت ودول صحاب عمر، فلازم فاتن هتجيلها عشان تبقى واقفه جنبيها، وينزل ياسر عبد الرحمن عشان يخلص علينا خالص بقى. طب بص مثلا في ورجعت من السفر، تحس ان ده ديالوج لتشيلو عمال بيسأل اسئله والكمانجه بترد عليه وهي بتعيط. بص بصراحه انا مش عارف قصدي وصل لك ولا لا، بس هي حاجه تحس ان هي ما تتحكيش، يعني لازم تتحس. طب احنا كده سخنا، لو ما شفتش الجزء الاول روح شوفه وتعالى عشان اللي جاي مفرمه. زي ما انت عارف ان دي مزيكة فيلم ليلة البيبي دول، بس للي ما يعرفش المقطوعة دي اسمها مقطوعة العراق، اللي مش بس عزفها ياسر عبد الرحمن عشان تبقى خلفية لاحداث الفيلم، لا دي كانت بتعبر عن الالام النفسية والجسدية اللي كانت بتعاني منها العراق في الفترة دي، ومن رأيي ان مش بس العراق، دي الامة العربية كلها، فلما تسمعها هتحس ان الالات كانت بتصرخ مش بتعزف. بجد شكرا للعبقري ياسر عبد الرحمن، ويلا ارجع بقى، ارجع عشان غيابك ده مخلي المزيكا في مصر ناقصها حاجه. كل اللي عايز اقوله ان اي عمل ياسر عبد الرحمن بيحط فيه البصمه بتاعته لازم بيعلق معانا حتى لو عدى عليه 100 سنه. حب يوصل لك ان في صراع هيفضل طول ال 30 حلقه بين الطمع والقناعه، الحلال والحرام. لكن هنا في قائد، وقائد يعني في قرارات هتتاخد طول ما انت بتتفرج. وبصفة رئيس الجمهورية بأعلن قبول استقالتكم جميعا. احمد عز هنا كان لسه ممثل صغير، ومشهد النهايه في محامي هيحبس مراته عشان يطبق العدل، فانا محتاج هنا موسيقى تصويريه هي اللي تمثل وتخدم المشهد. محمد سامي اول مسلسل يخرجه هو مسلسل ادم، وتامر اول مسلسل يمثله هو مسلسل ادم برضه، فاعتمد بنسبة كبيرة على مزيكة ياسر عبد الرحمن في كل مشهد. وعلى فكرة من هنا بقت هي دي مدرسة محمد سامي في الإخراج، ما بيستغناش عن الموسيقى التصويرية. مدحت صالح مرة كان بيحكي، بيقول من كتر ما المقام بتاع النوتة مظبوط مع كل كلمة في تتر حضرة المتهم أبي، ايدي كانت بتترعش. وانا لما جيت من الغير العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي، والحب كان سيفي.